في سنة 1922 لما كانت الدنيا مقلوبة على اكتشاف مقابر الفراعنة، كان المستكشف الإنجليزي هوارد كارتر واللورد كارنرفون بيحفروا في وادي الملوك لحد ما لقوا باب مقبرة مغلق عليه كلمات مكتوبة بالهيروغليفية بتقول إن اللي هيزعج نوم الملك هيزعج راحته، والموت هيجيله بشكل محتوم. لكن طبعا الطمع وحب الاستكشاف خلاهم يتجاهلوا التحذير وفتحوا المقبرة، وهناك كانت مومياء توت عنخ آمون مستنياهم وسط كنوز الذهب والمجوهرات. حقيقي كانت اللعنة اتحررت بداية اللعنة. بعد أيام قليلة من فتح المقبرة، اللورد كارنرفون حس بتعب غريب، بعوضة لدغته في وشه، وبعدها لما حلق دقنه الجرح التهب وحصل له تسمم في الدم، والحرارة عليت عليه جدا وجسمه كان ضعيف وقتها، وبعد كام يوم مات في 5 أبريل 1923. بس الغريب ان في اللحظة اللي مات فيها كارنرفون النور قطع عن القاهرة كلها. سلسلة الوفيات الغامضة بدأت بعد كارنرفون. الموت بقى بيطارد كل اللي كانوا معاه في التنقيب. كمان عالم الآثار وقع ميت من غير أي مرض معروف، وهو عالم آثار برضو كتب في ورقة أنا استسلمت للعنة، وبعدها شنق نفسه. والطبيب اللي هو شرح الموميا برضو جاله مرض غامض ومات بعدها بفترة قصيرة. حتى الطيار اللي نقل المومياء في طيارة مات في حادثة في الطيارة. بس هل اللعنة دي حقيقية؟ والعلماء بيقولوا ان المقابر دي كانت مليانة بكتيريا وفطريات وممكن تكون هي السبب، بس اللي قالته الناس غير كده. لكن احنا بنحاول ان احنا نشوف ايه سبب الوفيات، وهل النور كمان قطع بسبب موضوع المقبرة ولا في حاجة تانية احنا مش عارفينها. لغز لعنة الفراعنة لسه محير العالم، وكمان موضوع مش عارفين حقيقة ولا خزعبلات زي ما بيقولوا. واللي حصل كان مرعب بجد فعلا. تفتكروا يعني اللعنة دي حقيقية ولا لا؟